افتكر دايما ان المدير الناجح مش اللي بيضغط على فريقه لحد ما ينجز، لكن اللي بيبني نظام يخلي الفريق ينجز وهو مرتاح. تفتكر ليه افضل الموظفين بيتحرقوا؟ في الحلقة دي هنعرف ازاي ممكن ندير الضغط الوظيفي بذكاء بحيث نزود الانتاجية مش نقللها. لو شايف ان الحل مع الموظف اللي اداؤه وقع ان انت تضغط عليه اكتر او تلومه، يبقى انت كده بتسرع ان هو يخرج من الشركة، مش بتحل المشكلة. لان الاحتراق الوظيفي مش ضعف في الموظف، لا، ده نتيجة نظام اداري محتاج يتغير. خليني أتكلم معاك مش بس كطبيبة نفسية، لكن كمان كمتخصصة في إدارة الضغوط النفسية وكوتش معتمد، وكمان دارسة ماجستير في إدارة الإبداع والتغيير. وده مهم لأن الاحتراق الوظيفي مش بس حالة نفسية، لكن ده ظاهرة تنظيمية بتأثر بشكل مباشر على الأداء والابتكار وبالتالي العائد بتاع الاستثمار. الاحتراق الوظيفي هو حالة من الاستنزاف المزمن بتخلي الموظف فاقد لطاقته ومنفصل عاطفيا عن شغله وبيشتغل بأقل مجهود. يعني عندك موظف موجود بجسمه بس لكن مش موجود بعقله ولا بإحساسه. مثال على كده موظف كان بيقدم أفكار جديدة بشكل مستمر للشركة، ولكن دلوقتي بقى بيقول قولولي أعمل إيه وخلاص. ده مش كسل، ده فقدان انتماء نتيجة استنزاف مستمر. التكلفة الحقيقية للاحتراق الوظيفي بتظهر في البيزنس على شكل 4 صور. أول حاجة انخفاض في الإنتاجية، يعني الموظف بيقعد 8 ساعات شغال ولكن ما بتاخدش منه غير 3 ساعات شغل بس، وده معناه إن أنت بتدفع التكلفة كاملة في مقابل نصف الإنتاجية. تاني حاجة تكلفة الأخطاء، الموظف المجهد بيغلط أكتر وغلطة بسيطة في إيميل لعميل ممكن تكلفك عقد كامل. تالت حاجة ارتفاع معدل الاستقالة، كل موظف بيمشي بيكلفك وقت وفلوس وتدريب وبتخسر معاه الخبرة والعلاقات وسرعة التنفيذ. رابع حاجة انخفاض في الابتكار، لأن الموظف اللي حاسس بالاحتراق مش بيفكر ومش بيجرب ومش بيخاطر. بالنسبة بقى للأسباب الإدارية للاحتراق الوظيفي هما 3. أول حاجة غياب الوضوح، الموظف مش فاهم ايه المطلوب منه، كل شوية التوقعات بتتغير فبيدخل في استنزاف ذهني وإحساس بالفشل. تاني حاجة ثقافة الضغط المستمر، لو كل يوم عندك طارئ يبقى كده مفيش طوارئ، ده كده سوء في التخطيط. تالت حاجة غياب التقدير، الموظف عمل مجهود إضافي لكن مفيش حتى كلمة شكر، فمع الوقت بيفقد الدافع. رابع حاجة الإدارة بالتحكم أو بالمايكرو مانجمنت اللي بتقتل الاستقلالية وبالتالي بتقتل الحافز. طب يا ترى إيه الحل؟ الحل بيبدأ بخطة تنفيذية واضحة. أول خطوة بناء نظام إنذار مبكر، يعني تعمل تشيك أسبوعي بسيط تسأل فيه إيه أكتر حاجة مرهقة ليك وإيه اللي محتاج دعم فيه. تاني خطوة إدارة الطاقة مش الوقت، لأن موظف شغال 10 ساعات مرهق أقل إنتاجية من موظف شغال 6 ساعات بطاقة عالية. تالت خطوة توزيع الشغل بذكاء مش بشكل متساوي، لأن مش كل الناس تتحمل نفس الضغط. في موظف ممتاز في التحليل لكن بيتعب من السرعة، ولو اتحط في دور غلط هيتحرق بسرعة. رابع خطوة خلق بيئة أمان نفسي يخلي الموظف يقدر يقول أنا مضغوط بدون خوف. خامس خطوة تفعيل ثقافة الراحة الذكية من خلال بريكات حقيقية وأجازات بدون تأنيب ضمير، لأن ده استثمار في الإنتاجية. سادس خطوة تدريب الموظفين على مهارات إدارة الضغط، لأنها مهارة أساسية مش رفاهية. ومن خلال دراستي في إدارة الإبداع والتغيير، فحقيقي الإبداع في الشغل محتاج شعور بالأمان النفسي، وإن الموظف يحس إن المكان مكانه وما يحسش دايما إن المدير هيقفله على الواحدة. أنا هنا مش بقدم دعم نفسي بس، أنا بقدم حل إداري متكامل مبني على علم النفس وإدارة الضغوط وإدارة البيزنس. ومن هنا جه برنامج إدارة الضغط النفسي للموظفين. البرنامج ده بيبدأ بتقييم مستوى الاحتراق الوظيفي داخل الفريق، وبعد كده بيحصل تدريب عملي للموظفين على إدارة الضغط، كمان أدوات للمديرين لإدارة الطاقة والأداء، وبناء نظام يمنع الاحتراق قبل ما يبدأ.
النتائج اللي بتشوفها الشركات بعد التطبيق بتكون زيادة واضحة في الإنتاجية وتقليل في الاستقالات وتحسن في بيئة العمل وارتفاع في مستوى الابتكار، وده بيأثر بشكل مباشر على أرباح الشركة واستقرارها. لو انت مدير أو صاحب بيزنس وعايز تحمي فريقك قبل ما يخسر، ابعت كلمة كورس أو تواصل على الواتساب وهنبدأ نشتغل على فريقك بشكل عملي.